ورشة تفانين النهاردة هنعمل مع بعض اكسسوارز من الكروشيه، وازاي ندخل فيها خامات تانية غير الكروشيه والخيوط. ازاي هنستخدم النحاس او مثلا قماش البوخ او اي خرز، او ممكن كمان نجدد مع بعض اكسسوارز عندنا قديمة، ازاي نعرف نجددها، ازاي نستخدمها او نعيد استخدامها تاني. ان شاء الله تابعوا حلقتنا ان شاء الله تعجبكم. دلوقتي هنعمل مع بعض اكسسوارز من الكروشيه مع استخدام خامات تانية زي النحاس. زي الكوليه ده مثلا استخدمنا جبنا فيه دلايه نحاس، اي بقى شكل احنا عايزينه، اي جمله احنا بنحبها مثلا. ونعمل وردات كروشيه كلها لازم تكون بنفس الحجم، ولازم كمان تكون مثلا لو انا هعمل لون معين يبقى لازم بنفس اللون ونفس الحجم بتاعنا. طيب دلوقتي استخدمت فيها الكريستالات، وحطيت فيها الكروشيه بتاعنا. طب عايزين بقى نعمل او نستخدم، انا عندي دلوقتي شكلين عايزه اعمل زيهم. شوفي انت بقى هتختاري انهي شكل. بختار ده. ماشي، انت بقى هتختاري سلسله ذهبي عشان خاطر الدلايه، وانا هاخد السلسله فضيه. دلوقتي هنبتدي بقى ان احنا نركب السلسله في الدلايه. تمام، دوسي بقى عليها اضغطي عليها تمام. هنركب بقى القفل بتاعها برضو ذهبي. حطيها بقى، وانا كمان هحط القفل بتاعي. اهو هحطه هنا كده، واروح قافله. الناحيه التانيه بقى هنحط حلقه كده عشان خاطر نقفل فيها القفل بتاعنا. اوكي اهي. دلوقتي بقى عايزين نركب مثلا اي فصوص، اي لولي، اي حاجه عندنا، ومعاها برضو الكروشيه. انا هعمل برضو بتاعتي الفضي، هبدا اركب عليها الخرز بتاعي. خلاص اهو خلصت كل الخرز بتاعي وقفلته اهو تمام.
دي ايه، دي اخر واحده هي خلاص. دي انا كده خلاص ايه حطيت الخرز بتاعي. طبعا الخرز والالوان وده كله من اختيار كل واحد على حسب ذوقه. طيب دلوقتي انا حطيت خلاص ايه الخرز بتاعي، عايزه بقى ايه احط الاشكال الكروشيه او الوردات في السلسله نفسها. اختاري بقى انت كده ايه الالوان. ممكن نختار الفوشيا. ماشي فوشيا ممكن. هجيب الورده تمام وهحط فيها حلقه صغيره. انا كده اخدت الورده خلاص حطيت فيها ايه الحلقه الصغيره اهي، وبعدين هاخدها وهحطها فين في السلسله بتاعتي. دلوقتي بركبها اهي في السلسله. كده انا ركبت خلاص اول ورده، وهبتدي ان انا اكرر نفس الخطوه ديت تاني. بصي بقى يعني خدي بالك بقى معايا عشان خاطر انت اللي هتركبي ايه الوردات التانية اهي. انا بحط الحلقه دي هنا كده، تمام اهو. انا ركبت ايه 2، انت بقى ركبي 2 هنا. انتي قبل ما تركبي الوردات بقى انا هعمل ايه حاجه تانية. انا دلوقتي ممكن استخدم مثلا حاجه زي كده، هي عامله زي استيك الساعه. ممكن اجيب طبعا اي لون انا عايزاه، وهركب عليها بقى وردات برضو بالالوان تكون مناسبه شويه للايه لالوان الاستيك. ممكن الزقها بالشمع عادي. تمام انا كده بقى ايه هلزق عليه الورد. وممكن احط بقى جوه الورد دوت مثلا اي لولي، اي حاجه ايه تليق عليه يديله شكل برضو. اهو ده شكله بعد ما خلص. تمام خليني اكمل الباقي. كده خلاص ركبنا اخر ورده، وبكده يبقى العقد بتاعنا خلص. هنبدا بقى نعمل دلوقتي حلق. تمام هنشتغل مع بعض. انا دلوقتي بجيب ايه، بجيب القطعه بتاعه الحلق دي تمام، وبجيب عندي اي شكلين زي بعض، مثلا ممكن ورديات، او ممكن القطعه المدوره دي. بعمل مثلا لازم يكونوا نفس اللون طبعا ونفس المقاس. اخد اللي هي حلقه صغيره كده واركبها في الكروشيه، واركبها فين في الجزء بتاع الحلقه. بس وهقفلها كده خلاص. ده اول جزء. الجزء التاني برضو نفس الحكايه هكررها تاني. كده تمام قفلت، وبكده يبقى الحلق بتاعنا خلص. كده احنا خلصنا الحلق. ممكن طبعا نستخدم اي لون او اي حجم او اي شكل تاني غير ده. هنعمل بقى دلوقتي مع بعض ميداليه. هنستخدم فيها قماش الجوه. تمام ده شكل الميداليه بتاعنا.
طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي انا هقص عندي ادي القماش بتاعي، انا هقص الدايره وانتي قصي بقى ايه مثلا ممكن شكل القلوب ده. تمام يا منى، احنا كده خلصنا خلاص. انتي خلصتي قص القلوب، وانا كمان عملت دايرتين عشان خاطر اعمل ايه السمايل ده. طيب دلوقتي هبدأ ان انا ايه الزقهم بالشمع. وبعدين هنحط ايه يا اما حلقه مثلا عشان تبقى بانديليا، او ممكن نحط ديت مثلا عشان خاطر ايه تبقى ايه نستخدمها نحطها في الموبايل. كده خلصنا ميداليتنا. نشوف معانا كمان احنا ممكن نعمل مثلا ايه من الكليبسات ديت، ممكن هنحط عليها ايه برضو نفس الحكايه. هنشوف مثلا اي لون مناسب للون ده، هحطها على التوك. الزقها كده، وممكن ان انا احط عليها بقى ايه اي حاجه تكون برضو ايه نفس تليق عليها. دي شكل التوكه بتاعتنا بعد ما خلصناها. دلوقتي بقى ممكن برضو من نفس الوردة هنعمل سورتيت تانية، بس بقى ايه باستخدام الكروشيه. هعمل سلسلة عادية جدا، هبتدي عادي السلسلة بتاعتي بالطول اللي انا عايزاه. بعد بقى ما بنخلص خلاص المقاس اللي احنا عايزينه، هنبتدي دلوقتي ان احنا نقفلها. ودلوقتي هنحط عليها الايه اي ورده بقى ايه احنا عايزينها. طبعا ايه ان احنا ممكن نخيطها من ورا بخيط وابره عاديه. تمام. ممكن كمان نحط برضو فيها ايه اي لون او اي لولي اي حاجه عندنا تديها شكل.